عملت كل ده عشان جميلة يا عبد التواب، وطالما ما فيش جميلة يبقى كله مالوش لازمة. أنا جيت عشان أطمن عليك، اديني هارجع وأنا زعلان، حاسس إني عاجز، صاحب عمري بيتقطع قدامي ومش لاقي حاجة أقدمها له. مالك يا ماما؟ من ساعة ما رجعتي من بره وانت زعلانة. هو في ايه؟ وايه المشوار اللي انت رحتيه؟ يظهر يا نورهان يا بنتي ان انا عجزت، ما بقاش ليا لازمه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ قولي لي ايه اللي مزعلك عشان خاطري. انت عارفة انا ما اقدرش اشوفك بالشكل ده. امبارح ما نمتش طول الليل، كنت عماله ابحث عن النت وجمعت كام شركه عاوزين موظفين خبره. بس النهارده كل ما اروح لشركه منهم يقولوا لي السن ده مش هينفع معانا. انت كنتي بتدوري على شغل؟ طب اعمل ايه يا نورهان يا بنتي؟ انا بعت الذهب اللي معايا والذهب اللي معاكي، ايجار الشقه دي بس 8000 جنيه في الشهر. يعني لو ما لحقتش اشتغل الفلوس اللي معانا هتخلص. طب وانا رحت فين يا ماما؟ ما انا هنزل واشتغل، واستحالة كنت هخليكي تشتغلي وانت في السن ده. أنا لما عرفت إن أنت موجودة عند إسراء قلت أتحجج بيكي وأجي أطمن عليها. والله يا ولدي أنا حاسة وجوايا يقين إن ربنا مش هيسيبكم وحديكم. لو أنا في العذاب لوحدي يما كنت هصبر واستحمل، لكن الحمل عليا حملين وولدك ما بقاش قادر. متحملش نفسك باللي انكتب عليا يا حسام بيه. كل واحد في الدنيا بياخد نصيبه. وبعدين يا ولاد كده كتير كتير قوي، أنا لا قادرة أستحمل حرقة قلبي عليكم ولا حرقة قلبي على جميل. هو إحنا ليه كل ما نتجمع نقعد نقلب في المواجع؟ يظهر يما إن ما بقاش في حاجة في حياتنا غير المواجع. يلا يا رضوان، سيب اللي في ايدك وقوم جهز العربية عشان حسام بخارج. اسيب اللي في ايدي؟ ده حسام بيه بنفسه لما بيلاقيني باكل ولا بشرب شاي بيقول لي خلص براحتك. وبعدين العربيه جاهزه، انا لسه جايبها من المغسله. طب انا هخش اجيب الملفات والحاجات اللي هياخدها معاه، وانت اخلص شوية قفش في كوباية الشاي كأنك محروق. صباح الخير. صباح الخير؟ قولي مساء الخير، احنا بنيجي هنا من الساعه 7 ودلوقتي الساعه 2. معلش، انا كنت عايزة اجي بدري عن كده شوية، بس الطريق كان واقف. انا جاية بخصوص اعلان الموظفين اللي عاملاه الشركة. ده اخره كان الساعه 12، انت جايه متاخره. يا خسارة، ده انا كنت محتاجة الشغل ده قوي، وخصوصا ان رحت كذا شركة ومتوفقتش. طب اقول لك، انا هدخلك لمدير الفرع اللي طالب الموظفين. هو دمه تقيل شويه بس استحمليه، لو خد اوراقك يمكن ربنا يجعل لك لقمه عيش هنا. تعالي. كان نفسي يبقى لي بنت تقف جنبي وتشيلني في شبتي، لكن أبو حسام قعد سنين كتير يتعالج عشان الخلفة. وما ربنا كرمنا أبو حسام بعد رحلة علاج طويلة، حمدت ربنا وقلت أما يكبر
هجوزه وهتبقى مرته بنتي. ويوم ما اتجوز صباح بنت عمه أنا ما كنتش راضية عن الجوازة دي، وكنت حاسة إنها هتكون الشوم علينا، لكن أبو حسام كانت كلمته واحدة وما فيش مخلوق يقدر يكسرها. يعني لو كنت انت نصيب حسام الأولاني كانت الدنيا هتفرق معاكي ومع حسام ومعايا أنا كمان. ايه يا رضوان، في حاجة؟ عم رأفت بتاع البوفيه مشي عشان مراته تعبانة شوية. ما انا عارف، هو استأذن مني. وانا جيت يعني لو محتاج شاي ولا قهوة اعملها لحضرتك. لا شكرا. طيب الأستاذة كانت جاية عشان تقدم في إعلان الموظفين، معلش هي اتأخرت شوية عشان كانت السكة واقفة. ماشي، هي اتأخرت واحنا خلصنا المقابلة، يعني المفروض ما كنتش دخلتها لي هنا. معلش انا اللي ألحيت عليه عشان محتاجه الشغل والله. محتاجة الشغل؟ مقابلة آخرها الساعة 12، جاي لي الساعة 2. معلش والله غصب عني. معلش دي تقوليها لما تكوني رايحة تشتغلي في كشك سجاير، مش في شركة من شركات حسام بيه الهواري. يلا اتفضلي. ويا ريت يا رضوان ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه، انت سواق صاحب الشركة مش صاحب الشركة. هتاخد حاجة من هنا غير اللابتوب يا حسام بيه؟ لا يا عاطف. مالك يا حسام بيه؟ انت من امبارح وشك منور وكنت شايف الفرحة في عينيك. النهارده ايه اللي طفاها ورجعك للزعل تاني؟ جميلة جتني في المنام يا عاطف. معقول؟ يا رب يكون خير. لما رحت لأم جميلة امبارح احكي لها على اللي شفته وجعتني بالكلام قبل ما اتكلم، فسبتها ومشيت وانا رجليا مش شايلاني. بعد الشدة بيجي الفرج يا حسام بيه. قول لي يا الست جميلة كان شكلها عامل ازاي في الحلم؟ ما لحقتش اشوف شكلها يا عاطف، كانت بتكلمني من بعيد وبتقول لي انا جايلك يا بابا وربنا غفر لك ذنبك وجايلك. ولما قعدت مع نفسي عرفت ان الشيطان كان بيلعب بيا. لا يا حسام بيه والله ابدا، الرؤية اللي بتذكر فيها اسم الله ما بتكونش من الشيطان. والله انا تعبت عاطف ومبقتش عارف الصح من الكذب فين. معلش انا اسفه والله، حطيتك في موقف محرج. لا لا ولا يهمك، هو الأستاذ عبد الحكيم كده واحنا واخدين عليه. ربنا يرزقك ويكرمك في مكان تاني يكون أحسن من هنا. فين بس؟ ده انا قدمت في 4 شركات واترفضت منهم لان مؤهلاتي مش كامله، مع اني معايا اكتر من لغه. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ عزة. هو الأستاذ عبد الحكيم جوه؟ أيوة جوه بس مش طايق نفسه. هو على العموم آخر مرة يشوفني فيها عشان أنا داخلة أقدم استقالتي. إيه ده؟ هو أنت ناوية تسيب الشركة؟ أصل هتجوز عقبال عندكم. ايه ده؟ انتوا لسه واقفين؟ يا أستاذ عبد الحكيم أنا بلغت حسام بيه باستقالتي وقال لي أقدمها لحضرتك. تمام، هو كان اداني خبر، عدي عليا كمان يومين اكون جهزت لك المكافأة، مع ان المدة اللي قضيتيها ما فيهاش مكافأة، بس نعمل ايه بقى لحسام بيه؟ متشكرة جدا لحضرتك. طالما في استقالة يا أستاذ عبد الحكيم يبقى هتعملوا إعلان سكرتارية، ما تاخد أوراق البنت دي تكسب فيها معروف. طب انت مؤهلاتك ايه؟ هو بصراحه يعني تقدر تقول ثانويه عامه، لاني دخلت الجامعه وما كملتش. ثانوية عامة؟ وتقول لي سكرتيرة لحسام بيه؟ وبعدين انت ما كملتيش تعليم، ايه اللي جابك الشركة؟ جاي تضيع وقتنا؟ يلا اتفضلي. صوتك عالي ليه يا عبد الحكيم؟
لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.